درس من دروس الحياة. حياتك تتقلب ب 180 درجة في 7 دقائق. يمكن الكرة الوحيدة اللي مسها شوف فرحة شعب، إذا كان ما نقولش فرحة الناس اللي تحب الجزائر. واخذ رجل المباراة. بالطبع. أنا فاهم أن أنت قصدك قد يشكل عليه ضغط بالاستمرار. بالطبع، ما أنا خاف عليه، أنا خاف عليه بحب، لأنه أكيد هذا اللاعب في تصريحه جاي من البطولة العربية، ما كان ينتظروا حتى حد، وربما حتى كي جاء في القائمة ربما نقطة استفهام، لأنه وش يقول محلاه الولد، شو محلاه، نخاف عليه فعلا. ردت 7 مرات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. قال جاي في فريق مدجج بالنجوم وأنا صغير في وسطهم، ونستمع للمدرب وكأني تلميذ قدامه، معناها جاي مش مصدق، وكأنه معناها في رجل مباراة. واليوم رجل المباراة، وأنا نتمنى ومتأكد، لأنه بين أيادي ممتازة وأيادي أمينة وأيادي رصينة، وأنه باش يبقى سقيه على القاع، وهذا اللي نتمناه، لأنه قداش من لاعب يتغر، لكن يبدو أنه عادل بولبينة لاعب فعلا رغم صغر سنه، رغم قلة تجربته، رغم أنه أول مرة يلعب، رغم أنه سجل هدف في العالم الكل تويراه، فهو معناها قعد عقل يحمد المولى سبحانه ويحمد الكرة اللي أنصفته، متواضع جدا. نعم. محلاه، ولكن بربي نخليه يقعد على سقيه. إذا خوف فتحي لحرصه على بلبينة، وكذلك استغلال بلبينة، وقد يكون هذا درس لجميع اللاعبين. صحيح. تلعب لجزء في المباراة، لدقائق معدودة في المباراة، قد تفتح لك وتكون عبور لاسم كبير من خلال هذه المواجهة تحديدا كما شاهدنا عادل بلبينة. شوف، في مثل يردوه زملائنا المعلقين وانا بحب كثير، يقول لك اذا هبت رياحك فاغتنمها، اذا ما لاحت لك الفرصة لا تضيعها، اذا ما انت قدم لك القدر فرصه لتكتب التاريخ، هي اكتب التاريخ. كانك تقول اذا صفالك زمالك عليا ضامن اشرب قبل لا هو خلاص شرب ما شاء الله. انا كنحاول نستفز ملكاته الشعريه قدر ما استطيع، فبالتالي انا شاهدت هذا اللاعب قبل، يعني يتكلم عليه واحد، لكن انا شاهدته مع نادي الدحيل في دوري ابطال اسيا، يلعب مع نادي الدحيل ويسجل اهداف رائعه مع نادي الدحيل، وبالتالي يختير ضمن منتخب الجزائر اللي شارك في بطولة العرب، كان ألمع عناصر الجزائرية في دوري أبطال في كأس العرب، واختياره كان واحدة من القرارات الجريئة اللي كانت عند المدرب بيتكوفيتش. هذا علاش قلت لك انا مدرب لا يخاف، مدرب يصنع قراراته، مدرب لا يلتفت لما يقوله الراي العام والشعب رغم الضغط، كان فيه ضغط عليه بخصوص بلبينة. لا شوف، جابوا اعطاه فرصه، وفي 7 دقائق استطاع الولد يكتب تاريخ. الان عمل للمنتخب الجزائري العبور التاريخي اللي لا يستطيع انه ينجزه الا كبار اللاعبين، فما شاء الله عليه تبارك الله عليه. ثم ايضا يقين بالله سبحانه وتعالى، انا مؤمن على انه سيمضي بعيدا. ثم ايضا الرسائل التي قدمها من خلال التصريح، تحدث عن روح المجموعه، تحدث عن التلاحم، على روح العائله، هذه هي مواصفات البطوله اللي كيتمتع بها اي فريق. ثم ايضا قال لكل مجتهد نصيب، هو اجتهد واصاب وله اجر الاجتهاد واجر التسجيل في مرمى الكونغو الديمقراطي. تعليق صابر. شوف يعني بدر يعني استفز قدراتك الشعريه، الفقره دي استفزت قدراتي الرقميه. اقول لك مجموعه ارقام سريعه. يلا قول. عديت قدراتك الرقميه ما تستحقش واحد يستفزك. طيب شوف موجوده ما شاء الله. بس قول ما شاء الله، تقول ما شاء الله. ما شاء الله. بس بدر روح صوتك. صابر جوجل. هو في هذا المجال كالنافوره الموسيقيه. هو تصريحه في دقيقه واحده قال الحمد لله 7 مرات، عديناهم وراه 7 مرات. هو لاعب 7 دقائق في المباراه. 7 و7. هو لاعب بيلبس رقم 7 مع المنتخب. هو كمان لما جه الدحيل ما لقاش رقم 7 متاح، اختار 7 77. السلام عليكم. وانا اقول لك حتى الشقه نتاعو اسكن فيها رقم 7.